مساء الفل يا صديقي، ايه الاخبار؟ كل سنه ريلمي بتعلي الليفل على نفسها وعلى كل المنافسين بتوعها، والسنه دي ريلمي قررت ان هي تحط في موبايلات الفئه المتوسطه او اللي تحت المتوسطه بشويه فئه سعريه جديده بتشوف مميزات جديده، غير ميزه مقاومه الصدمات واللي هي بتكون مقاومه للصدمات الطبيعيه. لا، كمان الموبايل اللي معانا النهارده بيقدر يدعم الاي بي 69، يعني بيقدر ينزل الميه العذبه لحد متر ونص لمده 30 دقيقه والموبايل ما بيجرالوش اي حاجه. الموبايل اللي معانا النهارده هو الريلمي سي 75، والنهارده هنعمل له تفصيل سريع كده لاكتر المميزات والعيوب اللي خلال تجربتي مع الجهاز لمده 3 اسابيع قدرت اكون الانطباعات والمراجعه النهائيه بتاعتي عنه. انا محمد طايل، ولو انت بتحب التكنولوجيا فتقدر تتابعني بشكل مستمر عن طريق السبسكرايب وان انت تفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو من بتوعنا. يلا بينا، خلونا نبتدي باول حاجه وتصميم الموبايل. الموبايل الريلمي سي 75 ما قلش اي حاجه اطلاقا عن الاجيال اللي قبل كده، بل بالعكس علق عليهم في النقشه والتصميم والمسكه الجريبي جدا. وتصميم الموبايل مبهر برصه الثلاث كاميرات تحت بعض او النافذه الثلاثيه، مع كمان الظهر بتاعه بيكون مات فينش يعني ما بيبصمش، وكمان بتقدر تمسكه بشكل كويس جدا. وكمان ما زالت المكونات بتاعته حلوه، الشاحن او الجراب اللي موجودين جوه العلبه، فمن الاخر مش هتقدر تحتاج اي حاجه تانية بره تشتريها يوم ما تقرر تشتري الريلمي السي 75. ده غير الشاشه اللي بتكون بحجم 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات فوق ال 390 بكسل لكل انش. وخلي بالك ان الشاشه دي من نوع اي بي اس، ولكن بتدعم ال 90 هرتز والبيك برايتنس بتاعها بيوصل لحد 690 نيتس. والشاشه دي محميه بطبقه حمايه الارمور شيل جلاس، ودي طبعا طبقه حمايه قويه جدا مقاومه لكبير جدا من الصدمات ومن الوقعات. وفعلا الموبايل انا عملت له كتير جدا من الاختبارات زي ما انتم شايفينها، وفي النهايه الشاشه طلعت سليمه، بس ده ما يعنيش ان انت ما تركبش سكرين بروتكتور قويه على الموبايل. اما بالنسبه على مستوى لغه الارقام والمعالج والاداء، المعالج اللي بيكون هنا هو من ميديا تك الهيليو الجي 92 ماكس. هو اي نعم معالج 12 نانومتر، يعني مش احسن حاجه في توفير الطاقه، ولكن خليني اقول لك يا صديقي ان هو بيكون معاه معالج رسوميات المالي جي 52 ام سي 2. واي نعم التوليفه دي كلها مع اندرويد 14 واجهه ريلمي يو اي 5.0 في احدث اصداراتها، وكمان بيتوفر بذاكره واحده من الرام العشوائيه هي 8 جيجا، وذاكره داخليه عندك فيها اختيارين 128 او 256 جيجا بايت. وخليني اقول لك ان التوليفه دي مع الشاشه 90 هرتز بيدوك مستوى اداء كويس جدا ومناسب قوي للفئه السعريه دي. اما بالنسبه الخصوص ان المعالج ده 12 نانومتر وليه مش بقيه المعالجات زي الستة والثمانية والاربعة نانومتر، فاحب اقول لك ان ريلمي عملت حسابها كويس جدا وعملت عاملين هنا قويين جدا. البطاريه وخليتها 6000 ملي امبير والشاحن خليته 45 واط، يعني تقريبا الجهاز كله بيشحن من 0 ل 100% في حدود الساعه ل 10 دقائق. اما من ناحيه البطاريه فعلى استخدامي انا واللي يعتبر استخدام من متوسط الى شاق، كانت بتكمل معايا اليوم وبيوصل لحد 8 او 9 بالليل بحوالي 15 ل 20% من البطاريه. وبصراحه مستوى الاداء في الموبايل ده على الفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل اللي هنقولها كمان شويه، لا عجبني قوي حتى مع مستوى البطاريه 6000 ملي امبير. اما بقى على مستوى الكاميرات فخليني اقول لك ان الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8، والكاميرا الاماميه تعتبر برضو ما زالت كويسه. يعني من الاخر كده بعيدا عن لغه الارقام، فخليني اقول لك ان الكاميرتين سواء الاماميه او الخلفيه فهم كاميرات مناسبه جدا للعرض على السوشيال ميديا. ودي نعم دي ممكن تكون احد النقاط اللي لسه محتاجه تطوير شويه في الفئه السعريه دي. كنت اتمنى ان ريلمي ترفع قدراتنا شويه في الكاميرات، ولكن ما زالت هي كاميرا كويسه جدا. وحجز السي 75 هيبتدي يوم 19/2 وهيكون فيه تخفيض 300 جنيه. اما بقى لو اشتريته في الفترة من 19 لحد يوم 1 ابريل فهتاخد 6 شهور ضمان على الشاشة، زائد الضمان بتاعك هيكون 24 شهر. خليني بقى اقول لك الخلاصه والزتونه، تشتري الموبايل الريلمي السي 75 ولا لا؟ خليني اقول لك على حاجه واحده بس من الاخر كده، انا شايف ان كل الموبايل فيه مميزات زي من ناحيه التصميم الكويس والشيك واللي كل الناس هتشوفه معاه فهتدي له اعلى من قيمته بكتير جدا، ودي حقيقه، وخاصه في اللون اللي موجود معايا هنا ده.
اما بالنسبه لناحيه الشاشه فهي ما زالت كويسه وحلوه، البصمه في الجنب فدي حاجه مش هتزعلك قوي، وكلتا الحالتين سواء في الجنب او في الشاشه فدي حاجه كويسه. ولكن خليني اقول لك ان ريلمي علت سقف الطموحات بتاعتك، بتديك موبايل بينزل الميه لحد متر واحد ونص. تجيبه امتى؟ تجيبه لو انت واحد عايز موبايل يصور بيه في اي حاجه ومش همه ميه ولا مطره ولا وقعات، الموبايل هيكون كويس جدا ليك. عايز موبايل فيه بطاريه كويسه وبطاريه عملاقه وكمان شاحن سريع فهيكون مناسب جدا ليك. موبايل بتحب انت تتصفح البرامج والالعاب وتقدر تلعب عليه العاب ببجي وكول اوف ديوتي، مش جيمر ولكن يوم ما تعوز تلعب تلاقي موبايل بيسد معاك، وفي نفس الوقت عايز تتابع شغلك وتتابع السوشيال ميديا بتاعتك فالموبايل هيكون كويس جدا. وخليني اقول لك ان معظم الاجهزه كلها اللي هتنزل بسبب الضرايب وبسبب ان الاجهزه بقت تصنع في مصر، فخليني اقول لك ان ده السعر الطبيعي جدا للحاله اللي موجوده قدامنا. بالاخر كده الموبايل ده يكون مناسب لكل الناس فيما عدا الناس اللي عايزه كاميرات بكواليتي اعلى من كده، لا هتروحوا لفئات تانية اعلى ومن نفس الشركه اللي هي ريلمي. بس كده ده كان كل حاجه عن ريلمي السي 75. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنت. هل فعلا شايف مميزات زي ان الموبايل ينزل الميه تحت متر ونص وانه يكون مقاوم للصدمات دي مميزات مهمه وريلمي بتعلي التجربه، ولا مش مهمه بالنسبه لك اكتر؟ اكتب لي تحت رايك في كومنت. انا مع محمد طايل واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام يا صديقي.